بالطريقة هذه، وراني متأكدة أنها راح تعجبكم. حاولوا برك في الطياب ما تخلولوش لاصوص بزاف، ما تخلولوش الصلصة، طيبوه حتى تشوفوه نشف تماما من الصلصة اللي كانت فيه. ودرك نقسم لكم هكذا شوية باش تشوفوا كيفاش جا. ها هو شوفوا انا ما خليتلوش الصلصة، صدقوني يجي بزاف بنين وكما كشتو الطريقة بزاف سهلة. تحضروه في دقائق. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، طاجين السردين بطريقة سهلة وبسيطة، حتى المبتدئات يقدروا ينجحوا فيه بكل سهولة. نتمنى أنه الفيديو تاع اليوم يكون نال إعجابكم وتجربوا هاد الوصفة. وإذا عجبكم الفيديو